ازيكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا من جديد لليوتيوب بعد فترة طويلة انقطعت فيها تقريبا من قبل نهاية الموسم الماضي لحد الحين، بعد ما انه بدأ هذا الموسم. ولكن ان شاء الله كل جمعة راح ننزل عن النادي وراح نتكلم، خصوصا راح اختص في الأندية الإنجليزية، وما يمنع ايضا ان نتكلم عن باقي الأندية في الدوريات الخمس الكبرى. اليوم راح نتكلم عن قمة كبيرة راح نشوفها بين السيتي والأرسنال. الفريقين بادين صح، السيتي خسر مباراة، ولكن أيضا كذلك عندكم الأرسنال اللي لحد الحين لم يخسر في بطولة الدوري. راح أتكلم أكثر وأكثر وتفاصيل عن الأرسنال. الأرسنال في هذا الموسم لعب في الدوري 7 مباريات، ما في ولا مباراة مؤجلة، فاز في 5 مباريات وتعادل في مبارتين ضد توتنهام بنتيجة 2-2، وأيضا ضد فولهام بنتيجة 2-2. نتكلم أيضا أنه لم يخسر في بطولة الدوري لحد الحين، وكذلك سجلوا 15 هدف وتلقوا قرابة 6 أهداف، وطلعوا بكلين شيت في 3 مرات. مرتين كانت للحارس الجديد اللي هو ديفيد رايا، ولكن كانت مرة واحدة فقط لرامز ديل. طبعا الارسنال قدم بدايه جيده لحد الحين، ولكن المفروض انه يقدموا اداء افضل من هذا الاداء. يعني في بعض المباريات يعانوا لحد ما انهم يحصلوا على 3 نقاط. خلينا نبدا مع اول اسبوع. لعبوا كاس السوبر الانجليزي اللي هو الدرع الخيريه، وكذلك في اول مباراه في الدرع الخيريه فازوا بنتيجه بعد ركنة ترجيح، بعد ما انهم كانوا نتيجة 1-1 ضد السيتي. طبعا هذه المباراة تعطيك دفعة معنوية اذا فزت فيها. طبعا في اول مباراة ضد نوتنغهام كان الارسنال متقدم في الشوط الاول بنتيجة 2-0، ولكن في دقيقة 82 ولعت المباراة من جديد، وشفنا تنافس كبير في المباراة وإثارة. طبعا في هذه المباراة كان من افضل لاعبين الارسنال طبعا توماس بارتي، وكذلك اوديغارد، وساكا دائما وابدا، وساكا كان هو رجل المباراة. ولكن في هذه المباراة صحيح انه الارسنال حصل على 3 نقاط، ولكن خسر اهم عناصره الجديدة في خط الدفاعي اللي هو تيم بارت. اما في الجولة الثانية ضد كريستال بالاس لعبوا بنتيجة طلعوا فيها بنتيجة 1-0، ولكن شفنا في الشوط الأول نيكيتا ضيع العديد من الفرص، ولكن في الشوط الثاني بذكاء استغل وكسب ركنة جزاء، رغم ان انا اشوفها من وجهة نظري انه المفروض تحتسب فاول ضد الارسنال، لان توماس بارتي غطى على المدافع او اوقف يعني المدافع انه يروح يغطي على منطقة اللي هو نيكيتا. ولكن في الاخير اوديغارد سجلها والى اخره. ولكن بعد ذلك حصلوا على البطاقة الحمراء للمدافع الياباني اللي هو تومياسو، البطاقة الوحيدة لحد الحين حصل عليها الارسنال. ولكن نتكلم من بعد البطاقة الحمراء ارتيتا فكر انه ينهي المباراة، تراجع واعتمد على فقط المرتدات، وبين فترة وفترة يطلع مهاجم بديل عنه مدافع. ولكن في الاخير طلعوا بكلين شيت في هذه المباراة لرامز ديل، و3 نقاط طبعا تعتبر ثمينة في مثل هذه المباريات. مباراة الثالثة في الدوري الانجليزي كان ضد فولهام. ساكا غلط في أول دقيقة من عمر المباراة، وكذلك الغلط الثاني اللي ارتكبه أرسنال كان من الحارس اللي هو رامز ديل في تمركزه، ولكن بيريرا أو فولهام استغلوها وسجلوا في أول دقيقة من عمر اللقاء. ولكن بعد ذلك شفنا العديد من الفرص للفريقين، خصوصا للأرسنال لم تستغلها في الشوط الأول ولا حتى في بداية الشوط الثاني. ولكن الأرسنال في دقيقتين قلب كل موازين المباراة وتحصل على التقدم، يعني في دقيقتين تقدموا بنتيجة 2-1. ولكن في آخر الدقائق رغم أن فولهام حصل على بطاقة حمراء لمدافعه، ولكن رجعوا بنتيجة 2-2 بسبب سوء تغطية من الدفاع في الكورنر لفولهام. ولكن في الأخير حصلوا على نقطة واحدة، رغم أن نشوف المفروض هذه المباراة يحصلوا على 3 نقاط. ونتكلم عن الجولة الرابعة، وهو يعتبر كأول اختبار للفريق. ولكن المباراة ضد اليونايتد طبعا مباراة صعبة دائما وابدا تكون بين ارسنال واليونايتد. اليونايتد بدأ بهدف والارسنال رجع بعد دقيقتين فقط. يعني حلوة ردة فعل للفريق انهم يسجلوا او يعادلوا النتيجة بعد دقيقتين على طول. طبعا اليونايتد قدموا مباراة كبيرة، ولا ننسى ايضا اونانا يعني حافظ على شباكه في العديد من الفرص. ولكن في الاخير يعني شفنا في اخر الدقائق من المباراة
من قبل غرناتشو، الهدف الملغي. يعني اتوقع ان الفار اثر كثير في هذه المباراة. من بعد ما انهم لغوا هدف اليونايتد، خلاص الارسنال صارت عندهم روح وشغف انهم يحصلوا على 3 نقاط. ونعم، وهذا الشيء اكد ايضا رايس، يقول انه من بعد الهدف الملغي لغرناتشو انتهت المباراة لليونايتد. والارسنال الحلو فيهم انهم استغلوا هذه الفرصة وسجلوا هدفين في اخر الدقائق. طبعا كان في يومها رجل المباراة اللي هو ساكا، ودائما ما ننسى ساكا مفعل جهته. ولا ننسى ايضا ان هذه المباراة كانت اخر مباراة لرامز ديل يلعبها مع الارسنال في المباريات المهمة، سواء كان في الدوري او في دوري ابطال اوروبا، بعد ما انهم تعاقدوا مع ديفيد رايا. اما في الجولة الخامسة ضد ايفرتون، الارسنال قدم مستوى جبار بصراحة، سواء كان من السيطرة وكذلك الخطورة والشراسة في المقدمة، ولكن كان عندهم بعض الاخطاء. ولكن صراحة أنا أشوفهم كان المفروض يستحقوا نتيجة أكثر من 1-0. ولكن بيكفورد أثر بصراحة في هذه المباراة، تصدى للعديد من الفرص، ودائما وأبدا يتألق ضد التوب 6 أو حتى الأفرقة الكبيرة مثل هذه الأفرقة. ولكن نتكلم أرسنال فقط تمكن في واحدة، اللي هي كانت هجمة جميلة كان منظمة من قبل الأرسنال، سجلها تروسارد رغم أنه ما يسدد بالقدم اليسرى، وهذا هو شيء أكد عليه. قال أنا يعني سجلت بالقدم اليسرى، ولكن أنا ليست القدم المفضلة بالنسبة لي، ولكن قد تدربت عليها دائما وأبدا. وأول كلين شيت أيضا للحارس الجديد الإسباني اللي هو ديفيد رايا في هذه المباراة، وطلع فيها 3 نقاط. يعني مباراة جيدة بالنسبة للفريق. أما في أول جولة في دوري أبطال أوروبا ضد الفريق الهولندي اللي هو اندهوفن، أرسنال أقنع جماهيره وريحهم صراحة. في أول 38 دقيقة جميع لاعبين الخط الهجومي سجلوا. يعني عندكم أول هدف كانت متابعة جميلة من قبل ساكا سجلها، وبعد ذلك شفنا ساكا صنع لتروسارد، وبعد ذلك شفنا تروسارد يصنع لجيسوس وهي رايحة لدقيقة 38. يعني خط الهجوم متفاعل بشكل كبير. صحيح أن في بعض الفرص ضيعوهن بصراحة خط الهجوم، ولكن أهم شيء أنهم تقدموا بالنتيجة. وفي آخر دقائق الشوط الثاني، أو خلينا نقول دقيقة تقريبا في السبعينات، سجل أوديغارد هدفه الأول في دوري أبطال أوروبا، وحصلوا على 3 نقاط، ورجل المباراة كان أوديغارد. أما نروح للجولة السادسة، كان في ديربي كبير بين الارسنال وتوتنهام، ديربي شمال لندن. الارسنال بصراحه ضغط في البدايه، وشفنا ارتباك كبير من قبل مدافعي توتنهام. على فكره ارسنال استغل هذا الشيء. الهدف الاول كان في خطا من الدفاع، اول شيء سوء تغطيه على ساكا، وفي ثاني شيء روميرو سجل هدف عكسي في شباكه. فهذا الهدف الاول كان غلط من توتنهام. ولكن نتكلم بعد دقائق بسيطه فقط، جيسوس ضيع فرصة ولا في الأحلام، يعني كما تقولوا، يعني فرصة تقول خلاص مفروض على طول يسجلها. غلط كان أيضا من مدافعي توتنهام، ولكن الأرسنال لم يستغل في البداية رغم أنه كان ضاغط ومستحوذ، وكما تقول هم كان الأفضل. أما توتنهام رجع في آخر الدقائق وضغط بشكل كبير على في آخر الدقائق من عمر الشوط الأول، ولكن ديفيد رايا تمكن صراحة من إنقاذ الأرسنال من العديد من الأهداف. يعني شفنا تقريبا في آخر دقائق كان المفروض نشوف هدفين على الأقل، ولكن تصدى هدف، يعني هدف محقق. هذا لما تقول هدف محقق، تصدي 37 تقريبا دقيقة، كانت تصدي الأعظم لحد الحين في الدوري. ولكن لا ننسى أيضا أن توتنهام مصر كان يسجل، وسجل في آخر الدقائق. ولكن في الشوط الثاني تحصلوا على ركنة جزاء، كانت لقطة في يد روميرو. محظوظين بصراحة أن روميرو كان في ذيك المباراة سيء، ولكن نتكلم أنه في أقل عن 98 تقريبا ثانية توتنهام رجع بغلط من مدافع على أرسنال. وهذا الشيء اللي كنت أنا أتمناه، أن نستغل الفرص. وحلوة كانت المباراة، استمتعنا بصراحة، إثارة كبيرة. من بعد هذه المباراة تكلم وقال لي أنا شخصيا أرتيتا أنه كان محبطين جدا بعد هذه النتيجة. يقول كان يعني خسرنا نقطتين، مخلي عمره أنه فاهم وخلاص أنه بقى يحقق الدوري، ولكن يا رجل أنت تلعب ضد نادي توتنهام. أما في الجولة السابعة ضد برونموث، هذه المباراة في الشوط الأول سجلوا هدفين الأرسنال، والشوط الثاني هدفين، طلعوا بكلين شيت، وهو يعتبر الثاني لديفيد رايا في الدوري الإنجليزي. ولكن نتكلم في هذه المباراة أهم فيها من غير 3 نقاط والفوز ب4-0، يعني أن أسوأ لاعبين الأرسنال أعطوه فرصة لهافيرتس أنه يسجل من ركنة جزاء، واللاعب سجل. وأحلى شيء في أرتيتا أو الأرسنال أنهم أعطوا ثقة لهافيرتس وقللوا الضغط عليه، لأن قالوا يمكن بعد هذا الهدف راح يتغير
هافيرتس ويقدم اداء افضل من السابق. طبعا هذا الانتصار الثالث كان للارسنال خارج ارضه. طبعا هذا الشيء في البدايه لم يتحقق كثير، يعني في بدايه الموسم انك تفوز 3 مباريات وخارج ارضك، الارسنال حققها كل 10 مرات مره، في 2003 2004 2013 14 وايضا في هذا العام 2023 2024. اما في اخر مباراه لعبها الارسنال كانت في دوري ابطال اوروبا في الجوله الثانيه ضد الفريق الفرنسي لونز. على فكره الارسنال كان متقدم بالنتيجه، ولكن بعد ذلك بخطا من الحارس، رغم ان اشوفها ان هذيك من ديفيد رايا جاي يتفنن في لعب الكرة أو التمريرة، ولكن في الأخير استغلوها الفريق الفرنسي وسجلوا الهدف التعادل. وفي الشوط الثاني من هجمة واحدة استغلوا وسرقوا ال3 نقاط خلينا نقول. ولكن الأرسنال خسر في أول مباراة له في هذا الموسم، وكذلك خسر لاعب مهم وهو أفضل لاعبين الفريق اللي هو ساكا، فتعتبر صراحة هذه المباراة سيئة بالنسبة لهم. والمباراة القادمة راح يقابلوا السيتي. تخيل انك تقابل السيتي بدون ساكا، رغم انه انا اشوف انه الاصابة حسب ما سمعت وقال لي ارتيتا انه الاصابة غير مطمنة وغير جيدة، يعني يمكن راح يغيب لفترة طويلة، فهذا الشيء يعتبر سيء للارسنال. راح اتكلم عن افضل لاعبين الارسنال في هذا الموسم لحد الحين. انا اتكلم اول شيء عن ساكا، افضل لاعب بالنسبة لي انا اشوفه، وهذه طبعا من وجهة نظري. اللاعب يقدم مستويات كبيرة دائما وابدا، جهته فعالة، لاعب سريع ومهاري، ورغم كل يعني اللي قدمه كجهة كامل فعالة، ترى ما في عنده ظهير يساعده بشكل كبير. يعني نتكلم ان ظهيره كان مدافع وايد، فلذلك هذا اللاعب قدم مستويات كبيرة لحد الحين، لعب جميع مباريات الدوري، يمكن راح يغيب عن المباريات الجاية، ولكن نتكلم ان هذا اللاعب سجل 4 أهداف، هدفين كان من ضربة جزاء ويعتبر هداف الفريق، وصنع كذلك هدفين. اما في دوري ابطال اوروبا لعب مبارتين، رغم انه المباراة الأخيرة طلع مبكر عن المباراة بسبب الإصابة، ولكن نتكلم أيضا أنه ساهم ب3 أهداف. وهذا اللاعب أنا شخصيا أشوفه هو ونيتو لاعب وولفرهامبتون هذه الأفضل في مركزهم في دوري الإنجليزي. نتكلم عن ثاني أفضل لاعب أيضا اللي هو اوديغارد. هذا اللاعب ايضا اللي يقدم مستويات كبيره بصراحه، قائدهم يسجل لك من ضربات الجزاء وفنان في ضربات الجزاء. يعني الارسنال يمتلك لاعبين في ضربات الجزاء ممتازين وما يضيعوا تقريبا، اللي هو اوديغارد وايضا كذلك ساكا. اوديغارد سجل 3 أهداف، وكذلك سجل هدفين من ضربة جزاء، وأيضا صنع هدف واحد لحد الحين في الدوري الإنجليزي. ولكن نتكلم أن أوديغارد واحد من أهم عناصر الارسنال، يقدم لك مستويات عظيمه سواء كان في الشق الهجومي وكذلك حتى في منطقه الوسط، يعني لاعب ممتاز. ولكن نتكلم رغم كل هذا ايضا لاعب الثالث اللي حاليا انا اشوفه واحد من افضل لاعبين الارسنال اللي هو ويليام ساليبا، حتى في مره من المرات حصل على جائزه افضل لاعب في المباراه. هذا اللاعب يقدم مستويات عظيمه في خط الدفاع، ودائما ابدا نشوفه انه ذكي، يعني ما انه يطلع الكره بس كذا عشوائي، لا يلعبها في المناطق الصحيحه. طبعا المباراه القادمه للارسنال ضد السيتي طبعا هي قمه كبيره. الموسم الماضي كانوا يتنافسوا رغم انه تفوق عليه على الارسنال اللي هو السيتي تفوق بشكل كبير، ولكن نتكلم في هذا الموسم من الممكن ان الارسنال يفعلها. ولكن ايضا السيتي ترى في اخر مباراه في الدوري خسرها ضد وولفرهامبتون، وفاز في اخر مباراه ايضا في دوري ابطال اوروبا. ولكن نتكلم ان هذه المباراه تبقى مباراه كبيره، راح نشوف فيها تنافس عظيم. الفكرة لا تفوتها هذه المباراة. وايضا عندهم المباراة اللي بعدها ضد تشيلسي اللي من الممكن انه يرجع مع الجولات وراح من جديد ينافس، وايضا بعد ذلك راح يلعب ضد اشبيليا. بعد الموسم طويل للارسنال لابد انه يقدم افضل ما عنده، واهم شيء يتفادى الاصابات. هذا اهم شيء بالنسبه لي. شوفوا ان الارسنال فريق ممتاز، لديه عناصر، لديه كل حاجه. وبكذا اعطونا توقعاتكم للمباراه القادمه فقط، مباراه الارسنال والسيتي. مع السلامه. واللي عادي اللي مبسوط لك يا اخي روح سولك روح.